من أجمل شواطئ المغرب شاطئ أكادير، التي توجد فيه مجموعة من الأنشطة، من حمامة شمس مائية وجولة في الكورنيش وممارسة الرياضة المائية والجلوس على المقاهي والمطاعم الراقية. أيضا هناك شاطئ كيمادو بالعسيمة والمطل على البحر الأبيض المتوسط على أكثر من 8 شواطئ سياحية، غير أن أشهرها هو هذا الشاطئ، شاطئ كيمادو. بمدينة الداخلة أيضا يوجد شاطئ داركون في أقصى الجنوب المغربي، ولعل ما أكثر ما يجذب السياح إليه هو الرياضات المائية، وتحتضن سنويا رالي للرياضات. شاطئ مليليا يتوفر هذه المدينة المحتلة من طرف إسبانيا على شاطئ جميل. شاطئ الجزيرة الذي يقع في منطقة أيت بعمران على بعد حوالي 10 كيلومتر من سيدي فني وعن مدينة زنيت ب 65 كيلومتر تقريبا، يعرف بالمرتفعات التي تحيطه وبالنحوت الجبلية التي تعتبر ميزة جذب سياحي للمنطقة. شاطئ الوليدية، هذا الشاطئ الذي حصل على 4 مرات على الشارة الزرقاء ويشكل وجهة مفضلة للاصطياف. شاطئ سيدي فني، تتوفر هذه المدينة على شاطئين مميزين هما شاطئ سيدي وزيك والشاطئ الأبيض، يتميزان بهدوئهما ويعرفان إقبالا. شاطئ الصوير حمل أيضا اللواء الأزرق ل10 سنوات متتالية، مناخ المدينة المعتدل وطبيعتها يجعل شاطئ قبلة للسياح الأجانب والمغاربة. شاطئ تغازوت يبعد عن مدينة أكادير ببعض الكيلومترات، هدوءه جعله ونظافته قبلة للسياح، بالإضافة إلى تحوله إلى فضاء ركوب الأمواج. شاطئ طنجة على بعد 10 كيلومترات من هذه المدينة المتوسطية يوجد ذو شاطئين، وهما وجهتان مفضلتان لزوار المدينة. وتعرف شواطئ المغرب إقبالا كبيرا من طرف السياح المغاربة والأجانب خلال فصل الصيف، ويختار كل واحد الوجهة المفضلة لديه. وحسب مجلة الإكسبريس الفرنسية، هذه 10 أفضل شواطئ في المملكة المغربية الغنية بتنوع مناظرها وجمالها الطبيعي.